السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل الأهلاوية، ويا ليلة رد على المستبد. صباح الفل عليكم. شفنا امبارح ماتش الأهلي والزمالك، ألف مبروك لكل أهلاوي، وألف مبروك لكهربا، مخصوص كهربا، لأن اللي اتعرض له كهربا في الفترة اللي فاتت دي من شتيمة وقلة أدب وقلة قيمة وضغط معنوي وتهديد، كل الكلام ده رد عليه في الملعب امبارح. هو أنهي رد؟ أنهي رد؟ لا، وانا بتفرج بقول له لا، الجون ده ما جاش في الجون بتاع الزمالك. لا، ده جه في ودان ناس كتير قوي. وانا طبعا انا مش قصدي ودان، انتوا اكيد فاهمين، بس ايه، ما ينفعش. عيب يعني، عيب يعني. ولا ايه، عيب الله. فالجون ده ما جاش في الجون زي ما قلت، ده جه في حاجات تانية. واللي احنا اتفرجنا عليه امبارح من لاعب زي حمدي فتحي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. حمدي فتحي يا جدعان واليو ديانج، الاثنين دول حتتين جوهره موجودين في نص ملعب الاهلي. واحد زي ديانج ده، هتكلم على حمدي فتحي ده لوحده بعدين، بس واحد زي ديانج ده انت تتفرج عليه، الاهلي كان الشوط الطيق، انا اتفرج على يعني هتكلم على اللي انا اتفرجت عليه. يعني الشوط الاول الاهلي كان سيء واحنا معترفين بده، بس ديانج في نص الملعب ما شاء الله. ديانج كان واكل الاخضر واليابس. يعني في افيه دايما بسمعه، بس ده اتطبق فعلا امبارح. يقول لك ديانج لما بيزهق بيدي الكوره للاعبين المنافس وعشان يروح يقطعها تاني. هو ما شاء الله عليه ديانج، وسرعه وتحكم في الكوره. الموسم اللي فات لو تفتكروا كان ديانج ما كانش بيتحكم في الكوره كويس، كان في مشكله عنده. لا، الموسم ده ما شاء الله رجله مظبوطه وتحكمه في الكوره كويس جدا. نخش بقى على حمدي فتحي. حمدي فتحي الشوط الثاني حماده تاني خالص غير الشوط الاولاني. حمدي فتحي الشوط الثاني بيضم دايما في الثلاث اجوان، حمدي فتحي على ال 18 وجوه ال 18 عند نقطه الجزاء كمان. يعني في الجون الاول هو اللي استلمها من حسين الشحات، روضها على صدره، وبعد كده اداها باص ثرو بدماغه الكهرباء عشان يحط الجون الاول. الجون الثاني هو اللي ضغط على عبد الغني وخلاه يتلخبط، الكره تعدي وتروح لشريف عشان يجيب الجون الثاني. في الكره الثالثه هو اللي راح وادى حته كده كوبري من بتاعت، من قربي، من قربك وخوفي عليك، من فضلك اقفل رجليك يا عبد الغني. دي حته كده الكابتن شلبوكه زي امبارح ما كان بيقول. عملها كوبري من عبد الغني، حطها لمعلول، معلول اداها لشريف، رزع الجون التاني زي ما اتفرجنا. فحمدي فتحي في الثلاث كور، حمدي فتحي جوه ال 18. حمدي فتحي كان بيلعب دور المهاجم الثاني او المهاجم الوهمي الثاني مع كهربا. خلي بالك انت امبارح لو اتفرجت على الماتش لحد شريف مرزل ما كانش عندك مهاجم تسعة راس حربة صريح. كهربا كان بيخش وينكش جوه، حمدي فتحي بيخش معاه، كان بيلعب باسلوب المهاجم الوهمي، وده نفع لحد الجون الاول. نزل بقى محمد شريف، الدنيا ايه، قلبت على الزمالك خالص. وعلى راي كابتن شلبوك يا ريلا رد على المستبد. احنا عارفين طبعا مين المستبد. وبعد ده كله عايز اوجه تحيه خاصه لخالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح اول ماتش رسمي يلعبه اساسي مع الاهلي، لعب الماتش اللي فات بتاع سموحه، لعبه ايه، بتاع نص ساعه، تلت ساعه بالظبط. الماتش ده بادئ من الاول قدام الزمالك في ماتش مهم جدا ومصيري في الدوري، ومش في مكانه، بيلعب مساك جنب رامي ربيعه، ويعمل الاداء ده والدنيا دي كلها. لا، شابوه بصراحه. وشابوه رامي ربيعه اللي احنا كنا دايما بنهاجمه وبنقول عليه بيترعش، هو لحد دلوقتي بيترعش يعني، بس شابوه في الماتش ده كان كويس، ما ترعش الحمد لله. لا اللعيبه كانت رجاله. ومحمد هاني اللي ياما خد مننا انتقاد كبير جدا، محمد هاني تحيه ليه برضه. علي معلول طبعا ده ما خلص فيه الكلام، هنتكلم علي معلول؟ يا راجل عيب عليك، علي انت جاي تتكلم على علي معلول دلوقتي بعد كل ده؟ يا عم عيب يا عم، ده علي معلول في كل ماتش لازم يشارك في جون. ما شاء الله. في اللقطه اللي احنا اتفرجنا عليها كان ابراهيم فايق جابها، اللقطه لما بعد الجون الاول بتاع كهربا وقع، فراح لامم الفرقه ونادى على كل الفرقه وقعد يديهم تعليمات ويحفزهم، وشفنا التعليمات دي ادت لايه بعد كده. فعلي معلول كابتن اصلا من غير شاره. علي معلول في الملعب كابتن من غير شاره، وده هيبقى واحد من اساطير، هو بقى خلاص واحد من اساطير النادي الاهلي. وان شاء الله يعني هو خلاص الزمن بيجري، خلاص قرب يعتزل، فان شاء الله نشوفه يعني منصف في النادي الاهلي باذن الله بعد ما يعتزل. عايز اتكلم بعد كده بقى على ايه، شغل الاعمال والسحر والهبل اللي كان بيتكلم عليه مرتضى منصور. انا عايز اقول حاجه واحده بس، اللي بيطلع يتكلم عن الاعمال والسحر اعرف اللي هو بيشتغل بالكلام ده، لان انا واحد ما بشتغلش بالسحر ولا اعرف عن السحر حاجه، انا هطلع اتكلم عليه اقول لي ما انا مش في دماغي اصلا، فمش هقول. انما انت واحد معلش، الكذاب شايف الناس كلها كذابين، الحرامي شايف الناس كلها حراميه، فبتاع الاعمال والسحر شايف الناس كلها بتاعت اعمال وسحر زيه. فزي ما احنا اتفرجنا وشفنا في الفتره اللي فاتت دي، لما واحد من شبرخيت، مش عارف كفر بشر ولا مش عارف بلد اسمها ايه،
قال لك مرتضى منصور واسماعيل يوسف عندنا خير. ما انت مفضوح وعارفين مين اللي بيعمل الكلام ده، ومش عايزين نتكلم في الكلام ده كتير عشان اللي بيرجع للسحر والاعمال والكلام ده معلش يعني ده كفر يعني، ده كفر، فمش عايزين نتكلم على القرف ده كتير. حاجه اخيره بقى، عايز اوجه كلمه لجمهور النادي الاهلي، طبعا دي كان لازم تتوجه في الاول. جمهور النادي الاهلي يعني الكلام فيه خلص اصلا من زمان، من زمان قوي، من ايام ما انا كنت عيل صغير، والكلام في النادي في الجمهور الاهلي خلصان. النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي الصعوبات اللي بيقابلها من التعنت في دخول الادوات التشجيع، والتعنت وهو بيخش اي ماتش، حتى اي فريق تاني بيسمحوا له بالشعارات والكلام ده كله، انما جمهور الاهلي بيعملوه معامله زباله ويولعوا في التيشيرتات والكلام ده كله. بس جمهور الاهلي هو برنس الماتش امبارح. جمهور الاهلي الضغط اللي عمله لعيبه الزمالك والتشجيع والحماس، كل الكلام ده لا اثر في الماتش. الاهلي لو جمهوره رجع له ما فيش حد هيقدر يقف قدامه بالسكواد ده، السكواد ده ضعيف، بس ما حدش يقدر يقف قدام الاهلي لو الجمهور بتاعه رجعوا. وعايز اقول برضو حاجه كده، انا قلت اللي فاتت دي حاجه اخيره، بس في حاجه اخيره معلش برضو عايز اقولها للكابتن محمود الخطيب بقى. شكرا يا كابتن على كل حاجه بتعملها ومجهود يعني يذكر فيشكر، ولكن معلش اقول لك حاجه، احنا محتاجين مهاجم. ما يغركش الاداء بتاع النهارده، الاداء بتاع النهارده فيه حماس عشان ده ماتش الزمالك، وفيه رجوله وفي كل حاجه، بس انت محتاج مهاجم اجنبي سفاح. انت داخل على كاس عالم انديه، احنا بالمنظر ده لو احنا كاس عالم انديه معلش بقى، هم هناك هم لا الزمالك ولا بيراميدز ولا سموحه، لا هناك انت هتروح تقابل فرق تقيله، وانت في سكتك ريال مدريد، وانت عارف ريال مدريد هو مستواه مش تمام دلوقتي، بس مستواه مش تمام مع الناس اللي بره اللي زيه. انما احنا لو لعبناه او لعبنا ناس امريكا الشماليه او الجنوبيه بالسكواد ده هنتعب. احنا محتاجين راس حربه قوي جدا. يعني سامع حوار موليكا ده تقريبا بيبوظ عشان خاطر الاهلي عارض 3.5 وهم عايزين 4.5 ومش عارف ايه. لازم نشوف حل. موليكا مش يجي، لازم واحد بديل يكون في نفس القوه. احنا محتاجين واحد جوه ال 18 ما بيش يعني ايه، ما بيفكرش الكره تجيله ديب على طول جون. احنا محتاجين واحد زي كده في الماتشات اللي جايه بتاعت كاس العالم للانديه. وبس كده، انا مش عايز اطول كتير، والف مبروك لكل الاهلاويه، ويا ليلى رد على المستبد تاني. وبشكركم، وان شاء الله الواحد يرجع تاني كده الفيديوهات تاني ان شاء الله، ودعواتكم باذن الله، والف مبروك للاهلاويه. السلام عليكم.